السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو في احسن الاحوال وصحه جيده ان شاء الله، وما تمنيتوا في خاطركم يا ربي امين. ديروا لايك واشتراك وشاركوا معايا في القناه باش يوصلكم الجديد ان شاء الله يا ربي. الله يحفظكم، الله ينجيكم من الافات، والله ينجيكم من شر الخلق يا ربي امين. نتوما كما كتشوفوا ندخلوا في الموضوع ديال اسره مغربيه، يسرى ولبنى وام يوسف الفاسيه وفاطمه الزهراء، اسره مغربيه باكملها. كنبغيوهم يكونوا مجموعين بحال اللي كانوا، يكونوا مزيانين، يكونوا مع بعضياتهم ضاحكين لاعبين، واخا هاد المشاكل اللي عندهم، واخا هاد الشيء وهادي نطلبوا الله يتحنوا على بعضياتهم. ولبنى هي محنيه عليهم وهما يتحنوا عليها، ولبنى باينه مرا مزيانه جمعاهم ما شردتهمش مجموعين. ويسرى الله يهديها حتى هي كدير من حبه قبه وكتر دابا ألمتنا مني قال داك الكلام بيدن. راه لبنى راه زنوبه، ما خصنيش نربي عليها الكبده وما خصنيش نعزها وما خصنيش، لان ما تعرف شنو كاين. يقدر يكون شي حاجه كاينه جايه مع الطريق، تكون شي حاجه يسرى زعما ما قالت داك الكلام حتى كان شي حاجه الله اعلم. وباينه باها غادي يرجع امها، باينه لان ما حركوا ساكنه فيهم، ما كاين حتى شي حاجه من داك الشيء اللي شكايات، ما كيتبعوهمش، ما يشوفوش الحاله ديالهم داك الشيء. واش عباد الله كاين شي ام اللي باغيه تدخل راجلها ب 30 عام 40 عام وغادي يرجعها؟ ما عمرها كانت. واتهموا بواحد الاتهام اللي خطير خطير، انا كنحشم نقولوا ما نكذبش عليكم، واحد التهم خطير. وغادي يرجعها مستحيل. الا رجعها راه سبحان الله داك الراجل ما فيهش النفس، ما فيهش، لان داكشي اللي دارت فيه قدام العالم قدام اليوتيوب. خلت القنوات كيشتبوا في بنتها، ما خلاو ما قالوا فيها، ما خلاو اللي ما كايناش يقالوا فيها، وحكمت ليهم بالبراءه. والمخزن اللي عارف هذا الشيء وراه ما عنده دلائل حتى في شي حاجه، راه غير كتخرف، راه غير هو لا والو. البراءه ديالو هي اللي بينت له، راه ما كاين حتى شي حاجه. ونقول لك يسرى، مرت باك ضحت عليكم، وهادشي اللي وصلت ليه من اجلكم، وهاد الشكايات اللي وصلت ليهم من اجلكم، وهاد التهم من اجلكم. وتهموها بجوج 5 رجال، تهموها عندها التوام سمحت فيهم في الكوزينه، تهموها مافيا بنانا مافيا ولا كيفاش، تهموها بحرك الريف ولا داك الشيء، ولا المهم ما خلوا، لان السبب ديالكم هذا الشيء. كي كانت شي وحده راه ما تستحملش هذا الشيء، راه كان هزات بنتها ومشات بحالها وتعيش بخير. ولكن هي لا، خلات الاسره مجموعه، جمعتكم. تبارك الله فاطمه الزهراء في وصلت في قرايتها كانت كتجي هي الاخره، دابا ولات تبارك الله ما شاء الله جابت 17 في المعدل، ماشي وهي كتحسن، لان لبنى مراقباها، ما كتقول لها حفظ، ما كتقول لها دير لي شغل، ما كتقول لها دير هادي، احفظ الحفاظه ديالك، تبع من دراستك، كتمشي تسولوا عليها، كيمشيو يخلصوا عليها، متابعينها زعما الصراحه. ويسرى الله يهديك، كتميك شوفناك في التصرفات ديالك مع لبنى، ماشي هي ديك، ولكن هي اللي ضحت عليكم، وهي اللي هادشي اللي وقع لها من السبه ديالكم، وما هي ما عندها حتى علاقه بهذاك الشيء اللي نتوما فيه، ما عندها حتى شي علاقه، ولكن سبابكم اللي وقع لها هاد الشيء. ولكن الله ياخذ الحق ديالها، وكل شيء كيبان، وكل شيء كيبان، وكل شيء باين، كل شيء باين فاين، كل شيء اللي قال الاخر المعنى باينه. وهذا ما كان. وام يوسف الفاسيه هي مسكينه الله يكون في عونها، جوج ولادها في الحبس، الله يكون في العون، ويزيدوا بالهضره ويزيدوا. انتم شفتوا ديك مختطف الكاميرا اللي خطفاتها مسكينه خارجه من الدوش،
ما خلاو بينوها، ما خلاو، ما قالوا فيها، ما خلاو. اسيدي هاد القنوات صرف صحي، وهاد القنوات ولات شحيبر، لا حول الله ولا قوة الا بالله العلي العظيم. زعما لا اله الا الله محمد رسول الله. هاد اسره مغربيه كيتسناوهم اصلا لبنى كيتسناوها تخطا، كيتسناوها تخرج شي هضره ماشي هي هذيك باش يوصلوها للفران، باش ما كرهوش لبنى، كرهها دايرين للمينوط في الحبس، ما كرهوش، ما خلاو ما داروا، ما خلاو باش ما تهموها باش تدخل الحبس. وربي معاها، ربي معاها وحاضيه راسها وحاضيه. ما خلاو المحامي، ما خلاو ما قالوا له باش يدخلها للحبس، وربي ما بغاش. هذيك المحسنه ولا مفتينه ولا شنو سميتها ما خلات، ما جرات، ما خلات باش تدخلها للحبس. ربي ما بغاش. ربي مع الحق، وحنا مع الحق. اللي قالت عائشة الربلة، تحياتي ليها من هذا المنبر، رحنا المصداقية ورحنا غير مع الحق. هذا ما كان المشاهدين ديالي. وكانت مسكينة عائشة الربلة على أسرة مغربية مضحية 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 مضحية، ما خلات من جهدها لا هي ولا المنصة ديالها ولا عيالات اللي معاها، الله يكثر خيرهم، دايرين مجهودهم. ولكن مع الحق ومع المصداقية، ما كيوصلوا خبز الفران، ما كيبغيو حبس الواحد، ما كيعايروا حد، ما كيشتموا حد. العيشة الربلة والمنصة ديالها غير مع الحق والمصداقية. سبحان الله سبحان الله. وهذا ما كان المشاهدين ديالي. ونهضروا على الشيفوره مسكينه، حتى هي بقات فيا بزاف بزاف بزاف. والله الا بكيت معاها، نهار اللي دخلت بكيت، نهار اللي خرجت بكيت. زعما الصراحه ديك المراه ما تستاهلش. بقات فيا على خدمتها، بقات فيا مسكينه على ديك 4 الحيوط اللي مشات ليهم، ما تستاهلش. لان ام صالحه، نعم، الام بمعنى الكلمه، مصداقية، 4 أطفال حضناهم، تبارك الله ما شاء الله. بنتها الكبيرة ضحت معاها، ومسكينة واخا صغيرة تحملت المسؤولية وضحت. منها للحبس، منها دير امها، منها تشوف امها، منها تمشي للمدرسة، منها تسخر الخوتة وتوجد الماكلة للخوتة. ضحات مسكينة مع امها. ولكن هذيك مرضية دمها ومرضية كل شيء. ان شاء الله يا ربي يعطيها شي مستقبل زاهر ان شاء الله. والشيفوره مسكينه الله يكون لك في العون ديالك، داكشي اللي دوزتي، ودابا الحمد لله انت خرجتي وهانتي حيدتي من داك الحيوط. وربي معاك، وربي راه كيشوف لك، وربي كيجازيك بالخير، وربي معاك. ودابا ربي خذ حقك، ما تسكتش على الحق ديالك. تعداو عليك بمعنى الكلمه، ما تسكتش على حقك. لان المخزن باين كل شيء. المخزن ما كيتعداش، المخزن ما كيتعداش. اللي فيه الحق راه مع الحق، راه قريين، راه المصداقيه. جري على حقك، ما تخليش حقك خذ حقك بمعنى الكلمه. نطلبوا معاك وحنا معاك فاتحه المغربيه، وبقيتي فينا، عرفتي بحال شي وحده من العائله، بحال شي وحده من الخوت. ما نكذبش عليك، انا ألمتيني 6 شهور وانا كنتألم. واخا ما كان يدي ثقيله في الكومونطيرات، كندير واحد كومونطير ولا جوج وانا معاكم. انا معاك فاتحه المغربيه، عزيزه عليا، والمصداقيه، بمعنى الكلمه. الام صالحه، ما تستاهلش داك البلاصه اللي وصلت ليها. والله ياخذ الحق اللي وصلك ليها، الله ياخذ حقك. ونطلبوا الله الحق ديالك يتخادي ان شاء الله بالقانون، بالقانون ان شاء الله يا ربي. وانت يا اختي عايشه الرباله، انا اللايف ديالك لا ما تفرجتلوش في الليل، كنتفرج له في الصباح، كان ساليه من الاول حتى الاخير، وكان عاين فوقاش تحط اللايف، فوقاش دير لايف، وانا معك دائما. ولكن حتى وشي واحد ما كيقرا الكومونتير ديالي، دائما انا معك. الا ما شفتوش في الليل نشوفه في النهار، في الصباح. دائما انا طالقه لايف ديالك، دائما كنستمع له. وبعض المرات كندير 2 مرات كنتفرج له، 3 د المرات. كندير الشغل والتليفون طالق، لايف ديالك طالقاه كنسمع له.
وهذا مكان المشاهدين ديالي، والله يحفظكم، الله ينجيكم من الافات ان شاء الله. وديروا لايك واشتراك وشاركوا معايا في القناه باش يوصلكم الجديد ان شاء الله يا ربي.